السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يا جماعة ورق جوافة غسلاه من بالليل وكويس جدا. غسلاه من بالليل جدا 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 ونقعاه. أول حاجة هنشربها الصبح ورق جوافة عشان بالكح، ودي حلة مليانة مية. هتشوفوا دلوقتي هنعمل فيها ايه. وديت اهي بنسلق بيض عشان هنفطر. نشرب الحاجة السخنة عشان نسلك عشان البلغم. ونشوف الحلة دي هنعمل فيها بإذن الله. وده البيض هنفطر بيه، جنبي طبعا حته جبنه حته حاجه كده. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه يا جماعه. ده قناه ام حسن، لو اول مره يخش يا جماعه يلف لي لفه فيه عشان يشوف ايه. يشوف والله حاجات ومحتاجات، حاجات جميله قوي. عندي الحواوشي وعندي الجلاش وعندي كل حاجه. يلا يا جماعه خشوا انتشروا في القناه عندي واعملوا لايكات. نفسي القناه بتاعتي تكبر عشان على اسم حسن الله يرحمه ابني، يعني نفسي اسمه يبقى موجود يا جماعه. وافرح اول ما يقولوا لي يا ام حسن ام حسن عشان خاطره. خشوا. وفتحة دي رحمة ونور على الحسن، إلا لو حد استفاد بحاجة يبقى رحمة ونور على الحسن يبقى الله يرحمه. بحبكم في الله يا أحلى مشاهدين، ربنا يخليكم. هنشوف دلوقتي حلة المية دي هنعمل بيها إيه. حلة المية دي هنعمل بيها إيه، بس خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، ورق الجوافة لما فرغته شايفين غلي بقى الشكل ده. لسه بقى إيه الحلة هيت لما تغلي هنرجع نشوف فيها هنعمل إيه. والبيض 10 دقايق بعد الغلية. خليكم بس معايا يا جماعة، والله قناتي فيها خير. كل اللي بيدخل عندي قناتي ربنا يبارك له والله العظيم بيجيله خير كتير قوي. بصوا يا حبايبي، الميه اما بتغلي هيت، الميه بتغلي وهي بتغلي كده خلاص. بصوا البيض ده بقى له 10 دقايق كده بعد الغليه، 10 دقايق كده. تعملي ايه بقى في الميه المغليه دي؟ اول ما تاخدي تحطي معلقه ملح. أيوة. معلقه ملح اللي هي الصغيره خلاص. وتحطي معلقه زيت وتسيبيهم يغلوا شويه وترجعي نشوف هنعمل ايه. حبايبنا الحلوين غليت بالملح والزيت خلاص. معانا بقى ايه؟ مكرونه ايه؟ اسباجيتي. هنحطها كده. هتقولي هتحطها بطولها ليه يا ام حسن؟ هقول لكم دلوقتي وهتشوف، بس خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا معايا مكرونه تانية اهي صغيره هحطها مع دي. هتقولي ايه ده دي مع دي؟ هقول لكم انتوا هتشوفوا دلوقتي. هتقولي حطيتي دي بحالها كده ليه يا ام حسن؟ هقول لكم خليكم معايا في الفيديو وهتشوفوا دلوقتي. ودي صلصه مصلصلاها طماطم ومصلصلاها. عملت بصله، بشرت بصله بشر صغير قوي وخليتها بامبا. يعني يا دوبك دبلت عشان تبقى فيها طعم السكره والحلاوه والطعام. واديتها ايه معلقه توم صغيره قوي بعد البصله ايه ما اتحضرت خلاص. قمت مقلباهم مع بعض كويس قوي وضربت الطماطم في الخلاط. يلا في المصفى وصفي وحطيها تغلي وتدي غلوه حلوه جميله. وتحطي معاها معلقه سكر ومعلقه ملح. بتدي طعم يا جماعه خطير. هجيب لكم معلقه وارجع. بصوا هتقولوا لي حطيتي المكرونه سباكيتا الاول لوحدها ليه؟ هقول لكم عشان هي بتاخد سوا شويه على المكرونه الصغيره. انا لاحظت بكده لما كنت اعملهم مع بعض واجي اقلب مثلا كده اهو الاقي دي استوت ودي ما استوتش. الصغيره بتستوي بسرعه. السباكيتا بتاخد 10 دقايق بعديها، فقلت هسويها 10 دقايق او مثلا 5 دقايق واقوم حاطه دي يكملوا سوا. بصوا يا جماعه اللي مبتدئين الحله الميه تبقى فوق اهو 3/4 عشان المكرونه ما تلزقش منكم. وطبعا معلقه الزيت مش هتخليها تلزق، ومعلقه الملح ان شاء الله عشان تتحيق وهي بتتعمل. دي بقى الصلصه هي يا جماعه. بصوا سمكها حلو ازاي. تحطي بقى فيها شطه، تقطعي فيها فلفل اخضر حامي اللي هو سبايسي او رومي براحتك اللي انت عايزاه مع البصل وانت بتشوحيه. دي بقى خلوا بالكم من ميه المكرونه يا جماعه فيها طاقه وحركه دلوقتي. يلا يا جداد يلا يا حلوين تعالوا شوفوا هنعمل ايه بميه المكرونه. بصوا يا حبايبي دي بعد 5 دقايق كده من الغليان مع نفسها مقطعه نفسها اهيت على النار. ربنا يكفينا شر النار يا رب. دي ايه الاسباجيتا اهي. ركزوا معايا يا جماعه عشان ميه المكرونه هنعمل بيها طاقه وحركه دلوقتي اهي. هتشوفوا دلوقتي. بصوا بقى احط ايه المكرونه الصغيره معايا ونسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنسيبهم مع بعض دلوقتي وهنرجع عشان ميه المكرونه. خلوا بالكم ميه المكرونه، خليكم معايا.